وار بي جيهات وكوريا وسام 6. بما ان الدنيا فيها حوارات كتيره قوي ما بين امريكا وايران، امريكا تستهدف مناطق تخصيب اليورانيوم في ايران، وايران لسه يا دوبك من ساعات كده مستهدفه قاعده عسكريه موجوده في قطر، قاعده عسكريه امريكيه. كل ده بس عشان ايران يعني ايه قالت ان هي وصلت لنسبه 20% من تخصيب اليورانيوم، واحتمال توصل لنسبه 60%. ايه بقى يا عم حوار تخصيب اليورانيوم ده وليه الحوارات دي كلها؟ عشان الموضوع ده مبدئيا كده معلم، اليورانيوم ده ماده ملهاش ثلاثه لازمه وهي في الوضع الخام بتاعها، عشان كده بنستخرجها من باطن الارض وبعد كده نبدا نفصل عنها المواد التانية نوصل للايه اليورانيوم الخام اللي بيبقى في شكل مسحوق بيسمى بالكعكه الصفراء. عشان بقى يبقى جاهز للتخصيب لازم يتحول للصوره الغاز منه، ومن هنا بيبقى اليورانيوم بيحتوي على جزئين مهمين جدا، يورانيوم 235 واليورانيوم 238. احنا بقى عايزين ابو 235 ده ذراته بتنشطر اسرع وبالتالي بتديني طاقه اكبر. احنا عشان نفصل بقى ما بين الاثنين هنستخدم اجهزه اسمها اجهزه الطرد المركزي، بيحصل جواها عباره عن دوره كده توصل سرعتها الاسرع من سرعه الضوء 70,000 دوره في الدقيقه، اللي هو نفس نظام الغساله كده لما تيجي تنشف الهدوم. السرعه العاليه دي بتخلي الجزيئات اللي هي الاتقل اللي هي 238 تروح على الجناب بتاعه الجهاز، واللي تتجمع في النص اللي هي الاخف اللي هي 235. وبنكرر العمليه دي اكتر من مره عشان نزود يعني الكميه ونعلي التركيز. فلو وصلت لنسبه تركيز من 3 ل 5% تقدر تستخدمها في انتاج الطاقه الكهربائيه، او لو انت وصلت لنسبه تركيز 20% في اكتر اعمل لك بقى مفاعل نووي. لو وصلنا ل 90% في اكتر هنا بقى القنابل بقى والرؤوس النوويه والكلام ده كله. عشان توصل للمرحله دي فانت بتحتاج على الاقل يعني 1500 جهاز طرد مركزي مع شغل لمده سنه كامله متواصل. وهو ده بقى يا معلم تخصيب اليورانيوم اللي قالب الدنيا. عامه ربنا يسترها علينا ومحدش ايه يتهور ويعمل حاجه غلط، الدنيا يعني في المنطقه مقلوبه تقريبا، محتاجين نرقي مصر نخمس عليها اي حاجه. يقول لك اهم ما يميز مصر موقعها الجغرافي، موقعها الجغرافي.